السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم طريقة سمك مشوي. بحب احشي قلبه كده واعملها معاكم بطريقة واحدة واحدة. هنا معانا فلفل مخرطاه مكعبات صغيرة، معانا طماطم، معانا بصلة مبشورة، والسمك اهو بقى منضفينه كده، بس ما جردناش البتاع، ونضفنا برضو ايه قلبه كده. وهبقى معاكم واحدة بواحدة يا حبايبي. هنا بقى المكونات دي نحطها هنا في البولة دي مكانها، بولة كده، وهننزل عليها بشوية من الملح طبعا، وشوية من الفلفل الأسمر يديها نكهة كويسة يعني، وشوية من الكمون اهو يا حبايبي، وشوية من بهارات سمك. هقلبهم معاكم وهرجع لكم تاني. بعد كده يا حبايب قلبي طبعا هنعصر ليمونتين، بس انا مش ملكة، بنعصر ليمونتين كده. هعصر بس معلش واشيل الحاجات دي وهجيلكوا تاني. طبعا يا حبايبي السمكة اهي، احنا ما جردناش القشر، بس لكل اللي عملناه قصيت بس الشوايب دي وهنا، ونضفته من جوه اهو يا حبايبي. اهي السمكة اهي، هحشي قلبه، تاخدي شوية كده اهو، ونحشي القلب من جوه. معلش بس مش مالكة اهو، بنحشي قلبها كده من جوه، وهوريها لكم برضو بعد ما احشيه. وبكده يا حبايب قلبي يكون ده الشكل النهائي اهو. معلش والله مش مالكة خالص اهو. انا بحشي قلبه كله بالمنظر ده كده اهو. اهو يا حبايبي، اكون انا حشيت معاكم الطبق اهو كله اهوت اهو. هتبله بقى في قلب اتبله في قلب الردة واحطه معاكم في الفرن اهو يا حبايب قلبي. انا عملت الطبق كله اهوت، ولما اخلصه معاكم واحده بواحده هرجع لكم تاني وفي الرد. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا اهوت قايده الفرن اهو. هعمل معاكم، بس بحط رشه من الزيت كده جوه اهو، هرش الارضيه زيت دي اهو ماشي، واروح واخده السمكه حطاها في قلب الرده كده اهو كده. والله الطريقه ديت بصوا عجبت الاولاد وعجبت جوزي قوي قوي اهو يا حبايبي كده. وتقوموا ايه رصيناه بقى في قلب الفرن، ترصوا كده ماشي. وادي هعمل معاكم واحده كمان كده اهو. برضه نحط في الفرن اهو. هعمل بس معاكم التالتة. انتوا عارفين ان احنا بنحب السمك يكون كبير مش صغير، عشان بس نلاقي فيه لحم اهو كده. التالتة بصوا بيبقى جميل. هعمل بقى يا حبايب قلبي اكمل معاكم واوريهولكوا في الفرن اهو يا حبايبي. هو في الفرن وهوريكوا برضو وانا بقلبه اهو. في واحدة بس مش متعصة بس ردة، عادي ممكن تحط لها مفيش مشاكل اهوت. واحدة واحدة بقى بنقلبه كده، وتيجي الشفاط وبيبقى انضف من بره بكتير، وطعم خيالي اقسم لك بالله. هعمل بقى الدقة وارجع لكم.
وهنا يا حبايبي جبت بولة حطيت فيها اهوت شعرة ملح. وهنا بخرط اهوت بخرط قوطة كده جوانح وفلفل كده برضو كبير عادي وليمون. طبعا هننزل دولت هننزل القوطة والفلفل هنا في المية. الموبايل والله هيقع مني انا اسف. اهو في قلب المية. والحدق اللي انت بتعمليه من السمك ده بنحط حتة وحبة من الكمون. طبعا السمك عشقه الكمون. والليمون ده بقى بتعصريه كله اهو عادي. وتقومي وتقلبي كل دوت. وساعة السمك بقى ما يتشوي تاخدي السمك المشوي هيبقى معاكم وانزل هنا. اخد السمك وانزل في مية الحوض دي. والله الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا وهتشوفوا برضو في اخر الفيديو واخر النهاية يا حبايب قلبي وانا معاكم خطوة بخطوة. بصوا بقى يا حبايب قلبي اهو احنا بنقلب كده اهو. معلش دي طلعت دقيقة واحدة بس نحطها معاكم اهو يا حبايب قلبي. انا قلبته اهو معرفش انتوا شايفينه ولا لأ. وهقلبه تاني يعني كده وكده لغاية بقى ما تلاقي حسيته انه استوى كده ولونه اتغير يبقى جميل معاكم. وهنطلعه بقى نغطسه في المية اللي احنا عملناها بتاعت الدقة وهبقى اقدمه لكم يا حبايبي. اهو يا حبايب قلبي السمك يا رب يعجبكم. وعملت رز جنبه اهوت وعملت طبق سلطة. معلش نسيت اوريكم بس السمك وانا بنزله بعد ما يطلع من الفرن اهو. بعد ما بيطلع من الفرن بنروح حاطين التتبيله اللي انا عملتها باخده من الفرن سخن وتطشيه في قلب الطبق بتاع التتبيله ده. ما معلش ده نسيتها والله. نسيت ابقى معاكم خطوه بخطوه. وباخدها وبطلعها وبحطه بقى في طبق تحته جرجير وكده. طبعا احنا عارفين فوائد السمك جميله ازاي وبالذات كمان المشوي. يعني كل فتره كده بنشوي السمك ده اهو. ده الرز طبعا انتوا عارفينه ابو بصل اهو جميله ازاي. طبق بقى سلطه ودوت. ويا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك والقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتفعيل الجرس معلش فعلوا الجرس وشير بقى ولايكات كتير بقى يا حبايب قلبي. مع الف سلامه.